يوم تاريخي وسط اجواء عربيه، اجواء اوروبيه، على الاراضي السعوديه بين قطبين الكره المصريه، نادي الاهلي ونادي الزمالك في لقاء يديره النجم البرازيلي الحكم دراجون، وسط اجواء احتفاليه كبيره جدا 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 من تركي الشيخ، اللي انا بقول له اهلا وسهلا بيك تاني في بيتك النادي الاهلي، بعد ما اثبتت ولائك واثبتت انتمائك للنادي الاهلي. واحنا اي حد اهلاوي فرحان بنصره النادي الاهلي بنشيله على دماغنا، نفتح صفحه جديده بالفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك هدفين ولا اروع، هدفين ولا احسن في اخر 10 دقائق يقدر النادي الاهلي يقتنص الفوز بالكاس الغاليه، كاس مصر على الاراضي السعوديه، بهدف امام عاشور وهدف ولدنا قفشه، فعلا قضيتين في اخر 10 دقائق يخلوا النادي الاهلي يحرز الكاس. ويوم النهارده يوم عالمي، وشفنا اجواء أوروبية، أجواء عالمية. بدأ اللقاء يا حبايبي بطريقة فنية بين يعني كولر والمدير الفني لنادي الزمالك، والماتش كان متحجم، أداء متوسط جدا جدا في الشوط الأولاني. نادي الزمالك مسك الكوره اكتر من النادي الاهلي، كان نسبه الاستحواذ يعني في حدود 55 ل 45، ولكن مالناش دعوه بالاستحواذ، احنا لينا دعوه بالفوز في الاخر، لان المباريات ديت بتكسب ولا تلعب. وفعلا كان عندنا امل كبير جدا ان في اواخر اللقاء النادي الاهلي يقدر ان هو يحرز ويقدر ان هو يفوز بالكاس ويخطف الكاس من السعوديه الى مصر الى الجزيره. وزي ما احنا عارفين النهارده امام عاشور اتعرض لضغوط كبيره جدا من جماهير نادي الزمالك، اللي افتكرت ان هي عشان اعدادها اكبر شويه النهارده لظروف معينه يقدروا ان هم ياخدوا الكاس. لا، نادي الاهلي كبير، ونادي الاهلي بمن حضر. اصابات النادي الاهلي فعلا اثرت على النادي الاهلي. عمرو السولية لما طلع بان ان خط النص ابتدى ان هو يتنشط، هو طبعا وكريم ندفت، وفعلا مروان عطيه قدر ان هو يخلق كذا فرصه، وبقى لنا شكل في خط الوسط. وطبعا قفشه قدر ان هو يسول ويجول في اخر 10 دقائق، والملعب فتح والاسد فك. يا جماعه نادي الاهلي هو نادي القرن، نادي الاهلي هو الطب دائما. نادي الاهلي يا جماعه مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اللي بالملايين، 80 مليون اهلاوي، انا واحد منهم. بشكر الجماهير اللي حضرت اللقاء النهارده، وطبعا شفنا اجواء جميله جدا جدا. لكن المشهد اللي عجبني جدا احتفال تركي الشيخ بالنادي الاهلي، ويعلن ولاؤه للمارد الاحمر، نادي الاهلي الكبير، نادي الاهلي فعلا بعبع افريقيا وبعبع اي فرقه يلعبها. انتهاء الشوط الاولاني زي ما احنا قلنا بنتيجه 0-0، وكان يعني في المتوسط ما فيش جمل تكتيكيه كبيره. فعلا لما التغييرات حصلت ابتدينا ان احنا نشوف هجمات للنادي الاهلي وهجمات نادي الزمالك مع امتلاكه لخط النص، بس ما كانش فيه هجمه سريعه او هجمه تقدر اللي احنا نقول ان هي هجمه بنسبه 100%. كل دي محاولات من بره الصندوق، ما فيش غير كوره او كورتين. ولكن شوبير طبعا واقف لهم بالمرصاد، وشوبير يا جماعه بيثبت كل ماتش والتاني ان هو رقم 1، وحراسه النادي الاهلي بخير. ينزل شيكابالا في الشوط الثاني مكان زيزو المصاب، اللي ان شاء الله تبقى الاصابه بسيطه بعيد عن وتر اكيليس. طبعا احنا عارفين وتر اكيليس ده بيبقى مؤلم وفي غياب مش اقل من مده شهر، لكن ان شاء الله يرجع تاني معافى ان شاء الله. احنا كلنا ما بنكرهش اي حد. شفنا عبد الله السعيد، وطبعا عبد الله السعيد ما قدمش اي حاجه تثبت ان هو لسه متواجد وان هو يصنع الفارق، وشفناه ان هو زيه زي اي لاعب، مفيش اي حاجه قدر يقدمها للنادي الاهلي. ناصر ما برضو ماهر ما قدمش برضو غير لمسات بسيطه جدا. مش هو ده ناصر ماهر اللي كان بيلعب في النادي الاهلي. النادي الاهلي مفخره يا جماعه. بس برضو بقول ليه نادي الزمالك ان هو النهارده قدر ان هو يبقى ند للنادي الاهلي، والماتش لما يكون 50-50 فبالتالي احنا حاسين ان الماتش
يعني في المتناول بين الفرقتين، وده اللي جمهور الاهلي مش متعود عليه. احنا دايما متعودين ان احنا في مطوشه اهلي وزمالك في اول 10 دقائق بنسجل وبنركب اللقاء، وبعد كده بنسجل الهدف الثاني بعدها ب 10 دقائق، فبعد كده بنقدر نقول ان احنا هنكسب 3 او نكسب 4، وبنطمع ساعات في اكتر من كده. ما تنسوش طبعا ماتش 5-2 وماتش 6-1، فبالتالي غابت الاهداف في الشوط الاولاني، فطبعا جمهور الاهلي ابتدى يقلق، خصوصا ان خط النص بتاعنا بعافيه، وطبعا ما فيش امداد لخط الهجوم، وما فيش كور راحت لكهربا، ما فيش اي امتداد او صنع فرص حقيقيه. طبعا احنا عارفين ان انت عشان تهاجم بتبدا من الدفاع، فنقل الكوره برضو ما كانش بالسرعه اللي تخلي فيه ثغرات في دفاع نادي الزمالك. خط النص ما بيوصلش الكور للانسايد او لكهربا او مهاجم النادي الاهلي، فبالتالي غابت الفرص الحقيقيه مش عند الاهلي بس، عند الاهلي وعند الزمالك. لكن الزمالك كان ماسك نص الملعب بصراحه حاجه يعني نقدر نقول ان هي كويسه. نادي الزمالك ما كانش بيعمل كده مع النادي الاهلي. نادي الاهلي كان بينزل ياكل نادي الزمالك في اخر 20 مثلا لقاء، اخر 15 لقاء من بعد ابو تريكه ويعد. نادي الاهلي دائما هو المتصدر. طبعا احنا شفنا الجون بتاع امام عاشور، وطبعا قعدنا كلنا على اعصابنا، لان الكره لما اتعدت احنا قلنا الكره جون، حتى مذيع اللقاء قال لك ان الكره جون. فبالتالي كان في فرصه ان احنا نرجع للفار، والحكم اول ما رجع للفار واستنى دقيقتين 3، وكانت الفرحه الاولى للنادي الاهلي ان هو احتسب الهدف، والفار قال له احنا عندنا خطا، فعلا الهدف صحيح، فبالتالي يتقدم النادي الاهلي. ومين اللي كمان اللي جيب الجون يا جماعه؟ ده امام عاشور. يعني فعلا التوفيق لما بيجي من عند ربنا انسى اي حاجه تانية. وما فيش بعدها بدقيقتين كوره برضو، لان خط الدفاع بتاع نادي الزمالك مش هنقول ان هو انهار، ولكن طبعا ما فيش وقت، فلازم يهاجم باقصى عدد من اللعيبه. فكان طبعا خطفت برضو امام عاشور، وبعد كده بصاها لقفشه، وقفشه شاط الكوره من تحت رجل مدافع نادي الزمالك لتسكن الشباك، محرزا الهدف الثاني والفرحه الاهلاويه الثانيه، وهدف قتل اللقاء زي ما بيقولوا. فمن هنا كان النادي الاهلي وقصه من قصص النجاح في الاراضي السعوديه. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. مش هطول عليكم، يا ريت وقبل ما اخلص كلامي يا ريت اللي ما اشتركش في قناه وليد حلم الاهلاوي اشترك وفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد. وان شاء الله القادم احسن للنادي الاهلي، مستنيينه في البطوله الافريقيه، وهنشوف هنلاعب مين في الدور اللي جاي، عشان بعد كده نوصل للدور قبل النهائي وتبدا المعمعه الافريقيه اللي احنا بنحبها. وان شاء الله الكاس افريقيا اهلاوي، والدوري المصري ان شاء الله اهلاوي. فالاهلي هو من صنع السعاده للمصريين، بالذات جمهور النادي الاهلي. 80 مليون اهلاوي النهارده عايشين في سعاده واجواء، فعلا اجواء جميله جدا، وان شاء الله من تقدم لتقدم. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه. ما تنسوناش يا جماعه زي ما قلنا متابعه وفعل زر الجرس دائما يصلك للجديد، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديوهات الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.